الوطنيتين مهمتين جدا في الحقيقة، والتي يحتفى بهما على مستوى المملكة المغربية من الشمال إلى الجنوب، ومن خلاله كذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تقدس هاتين المناسبتين. وأتحدث بكل فخر واعتزاز عن الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد. هي ندوة علمية تنظمها مؤسسة جمعوية مهمة. سعيد جدا أنني أقدم هذه الندوة العلمية لهذا الموضوع، وهو أثر المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال على الهوية الثقافية المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإن صلة الرحم مع إخواننا. وقد سبق لي أن تفوت مع بعض المغاربة من تندوف لما كنت وليا لله. مناسبة عظيمة تعكس نضال أمتنا من أجل الحرية والسيادة. إن عيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو رمز للكرامة والوحدة الوطنية. اليوم نظمنا بمناسبة العيد الاستقلال عنوان أثر المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال على الثقافية المغربية. أثرها السادة المتخصصون بمركز التكوين والإدماج الشباب بالغة الصغيرة. وكنشكر الحاضرين اللي هي قاعة ممتلئة على بعضها. الندوة كيرجع للأعضاء ديال جمعية الشامل للأعمال الاجتماعية والثقافية. يحتفل الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد الذي جاء عقب احتفالنا بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، واللذان يعتبران من أبرز وأهم المحطات التاريخية في مسار المغرب. اليوم نتواجد هنا بهذا المركز من أجل تسليط الضوء على موضوع ذو شجون بمناسبة الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، وكذلك الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة. يعني هذا الموضوع يتعلق بحدوث تأثير هذه المناسبتين. أكيد نتحدث عن التأثير الإيجابي على الهوية الثقافية المغربية. موضوع ذو شجون في الحقيقة يسلط الضوء على مجموعة من المواضيع لها أهمية بمكان، حضر من خلالها مجموعة من الضيوف في مختلف المجالات، المجال الجمعوي والقانوني والسياسي كذلك، والهدف كله هو بطبيعة الحال تسليط الضوء على هذا الموضوع هذا. اليوم في الحقيقة نشهد على أن المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال يشكلان مناسبتين مهمتين يمكن من خلالهما تعزيز الوعي المجتمعي نحو تحقيق الوحدة الترابية، وكذلك تشجيع الشباب على الترافع من أجل القضايا الوطنية. كما هو معروف عالميا له بصمته في تقاليده وهويته وتضافر الجهود بين الشعب وبين الملوك. فالذكرى المجيدة هي ملحمة تاريخية لها امتدادها في التاريخ ولها امتدادها في المستقبل أيضا، فقد أثرت على الأجيال. مداخلتي كانت مركزة أساساً على الدبلوماسية الموازية وأثرها الاجتماعي والفكري والثقافي على ترسيخ القيم المواطنة والعدالة والحرية، وأيضاً أن العادات والتقاليد التي يرزخ بها المغرب هي أيضا من قيمنا المحافظة عليه وتدخل في ثقافتنا وهويتنا. هذه الهوية التي ترسخت عبر تراكم تاريخي وعبر أجدادنا وهويتنا في التراث والمحافظة عليه. ركزنا أيضا على أن الهوية الثقافية والحفاظ عليها هي من أسس الثقافة الموازية أو الدبلوماسية الموازية. لقد شرارة ثورة الملك والشعب
يوم 20 غوش سنة 1953 التي يعد الاحتفال بها مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجيال للتحرر من جور الاستعمار واسترجاع المغرب الاستقلالي. والنماء وترسيخ التضامن في المملكة. لذلك سأركز من خلال مداخلتي على مجموعة من الجوانب. الجانب الأول يتعلق بالحضور التاريخي للمسيرة الخضراء في الخطط الملكية. وعندما أتحدث عن الخطط الملكية أعني بالدرجة الأولى خطط هذه السنة وآخرها خطاب 6 نوفمبر 2024 بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على أن المغرب تمكن من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، أن على الحق والشرعية في بلدنا ككل. من خلال هذه الندوة قدمت واحد المداخلة بالعنوان ديال الأبعاد القانونية لحدثي المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال على الثقافة أو الهوية الثقافية بالمغرب. من خلال ركزت على مجموعة ديال الأمور لعل من أبرزها ما ذكر في خطاب 6 نوفمبر من هذه السنة، حيث ركز جلالة الملك على مجموعة من النقاط التي تستخدم قيم المواطنة وترسيخ روح المبادرة الفعالة، حيث ذكر على أن من أجل حماية المغاربة المقيمين بالخارج تم تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، لعل من أبرزهما يعني التأكيد على ترسيخ أو سن قانون متعلق بمجلس الجالية المغاربة المقيمين بالخارج، كذلك على المؤسسة المحمدية التي تستخدم أكيد المغاربة المقيمين بالخارج بما يعزز استثماراتهم داخل الوطن.